اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما باللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان طعمها مقرمش وطعمها بجد خطير. انا معايا هنا صدر فرخه، انا مقطعاه قطع زي ما انتوا شايفين كده، طبعا غسلاه وحاطه في المصفى كده يتصفى، وعصر عليه ليمون والدنيا تمام. ومعايا دي بهارات الشاورما السوري اللي انا هستخدمها في التتبيله معايا النهارده. انت ما عندكيش البهارات دي فهتستخدمي بهارات الفراخ العادية، وتحطي التوابل اللي موجودة عندك، فلفل وكمون وكاري وكركم والحاجات دي، ومعاها زي ما قلت لك بهارات الفراخ. لو انت مش متوفر عندك اللي هي الخلطة بتاعت ايه الشاورما السوري دي. طبعا معايا حوالي 3 أو 4 فصوص كده من الثوم انا فرماهم، واحط عليهم معلقتين كبار من الخل، وهقلبهم كده مع بعض. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل اللي معايا اللي هي توابل الشاورما السوري، اللي زي ما قلت لك لو مش موجوده عندك هتضيفي بهارات فراخ وكركم وكمون وكاري، وهتبقى جميله جدا وطعمها حلو قوي. اتصرفي باللي موجود عندك، لكن انا دي كانت موجوده عندي. وهبدا اقلبها تقليبه بقى كويسه كده قبل ما احط قطع الفراخ فيها. طبعًا إحنا عارفين وطبعًا ضِفت الملح زي ما أنتم شايفين. طبعًا ساندوتش الشاورما بقى بكام، وإحنا لازم ننوّع ولازم نغيّر طبعًا، مش كل مرّة هنعمل الفرخة كده على بعضها. وبعدين في ظِل غلاء الأسعار اللي إحنا شايفينه ده، أنا هاحتحت الفرخة، هنعمل منها 20 وصفة إن شاء الله. فزي ما أنتم شايفين كده أنا خرّجت الليمون اللي أنا كنت حاطاه عليها، ونزلت كده بقطع الفراخ اللي معايا في قلب التتبيلة، وهاقلّبها تقليبة كويسة جدًا. وطبعًا كل ما تستنى في التتبيلة أو يعني تاخد وقت طويل في التتبيلة، كل ما يزيدها حُسن وجمال طبعًا كل ما يزيدها حُسن وجمال. فأنا هاقلّبها كده واسيبها ساعة، 2، 3 كده على الرخامة عقبال ما اخلّص اللي ورايا، وبعد كده أرجع لها. أنتِ ممكن تتبّليها من بالليل، تتبّليها الصبح أول ما تصحي، المهم إن إحنا عاوزينها تقعد فترة طويلة في التتبيلة علشان يبقى طعمها حلو، تدّينا طعم حلو. وبعد كده غلفناها كده هتحطي عليها كيس، هتحطي عليها طبق أو المهم تغطيها كده وتسيبيها. أنا باشاور لكم كده باقول لكم سيبوها ساعة، 2، 3، كل ما تاخد وقت في التتبيلة فعلًا بيبقى طعمها حلو. أي تتبيلة لحوم، أسماك، فراخ، أي حاجة لمّا بتتحط في التتبيلة وتاخد وقتها بتبقى طعمها حلو. ومعايا هنا طاسة طبعًا على النار فيها يعني كمية كده من الزيت، ولازم يكون الطاسة سخنة والزيت سخن جدًا. هابدأ أنزل بقطع الفراخ المتبلة كده، وابدأ افردها كده في الطاسة زي ما انتم شايفين، ومش هقلبها. مش هقلبها غير لما تاخد الصدمة وتاخد اللون، بحيث ان هي ما تنزلش مية. انا مش عاوزاها تنزل مية لسببين: علشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة فيها، وكمان عاوزاها تاخد اللون الكويس كده، ومش عاوزاها تنزل مية خالص. اول بقى ما خدت لون كده، حسيت ان هي خدت لون، فهقوم مقلباها على الجنب التاني برضو، الجنب التاني ياخد صدمة ويدينا لون ذهبي وجميل كده. ده معايا بقى الخضار اللي انا هستخدمه او اللي انا هضيفه على قطع الفراخ دي. معايا طماطم ومعايا بصل ومعايا فلفل حامي وفلفل بارد ومعايا بقدونس. جربي البقدونس، قطعي البقدونس بس ما تقطعيش العيدان، قطعي الورق بس بتاع البقدونس وجربيه، هيبقى تحفة. والطماطم اللي معايا دي انا مقطعاها بس مخرجه القلب بتاعها، يعني انا ما خدتش القلب بتاع الطماطم، انا واخده اللحمه بس اللي بره بتاع الطماطم، عشان انا مش عاوزاها تنزل ميه، لان انتوا عارفين قلب الطماطم بيبقى مليان ميه. فانا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، ونزلت بالطماطم الاول، وعادي تنزلي بالبصل الاول ما فيش اي مشكله. المهم نزلت بالطماطم وبعد كده نزلت بالبصل. هخلي الفلفل طبعا اخر حاجه، هو والبقدونس، علشان انا عاوزه لونهم يبقى مصحصح كده ويفضلوا على لونهم الاخضر الجميل. طبعا في الاكلات اللي زي دي اللون بيبقى مهم يعني. فانا يعني يا دوب الطماطم والبصل دبلوا كده، هبدا بقى انزل كمان بالفلفل اللي معايا. زي ما قلت لكم انا حاطه فلفل بارد وفلفل حامي، انتي حباه حامي كله حباه بارد كله، انتي وراحتك يعني. هقلب بقى القطع الفراخ مع الخضار كده كله كده مع بعضه، وهاسيبه كده حوالي
دقيقتين 3 قبل ما اضيف اخر حاجه اللي هي البقدونس المتقطع اللي معايا. جربي كده، اكيد انت ما عملتيش ابدا الشاورما قبل كده بالبقدونس، جربي الطريقه دي وقولي لي رايك ان شاء الله في التعليقات. هنضيف بقى البقدونس ومش هنسيبه كتير بقى على النار، هنقلبه تقليبه واحده كده وهننزله على طول بقى من على النار علشان يفضل اللون البقدونس اللون الاخضر. قلبناه تقلبتين وكده ايه ودمته. هننزله بقى كده ايه من على النار، وهنبدا بقى ايه نجهز العيش اللي احنا هنعمل منه السندوتشات. انا طبعا كنت قايله لكم في عنوان الفيديو ان احنا هنعمل الشاورما من غير عيش التورتيلا او من غير خبز التورتيلا، وفعلا دي حقيقه. طبعا انا بستخدم الحاجات اللي موجوده عندي في البيت، ما بجيبش حاجات مخصوصه للامانه، يعني انا بتصرف بالحاجات اللي موجوده عندي في البيت. فانا عندي الرقاق الطري ده اللي انتوا بتشوفوه طبعا في معظم فيديوهاتي. الرقاق الطري ده يعني حاجه معتمده عندنا دايما موجود، ما بنعتمدش ابدا على العيش اللي هو بتاع الفرن ده، لا، لازم احنا نعمل حاجات في البيت عندنا. فانا معايا الرقاق الطري ده، هو ده اللي انا هعمل منه السندوتشات النهارده. فانا طبعا جهزت الرقاق كده، وهبدا دي اللي معايا دي طحينه مش توميه يا جماعه، علشان بس المصداقيه وتكونوا عارفين انا بعمل ايه. انا عيالي ما بيحبوش التوميه خالص، فعلشان كده انا استبدلت التوميه وعملت مكانها طحينه. فدي سلطه طحينه عاديه، وزعت منها كده على الايه على الرقاق، وبدات احط كده من قطع الدجاج اللي معايا او من الشاورما بقى اللي هي بقت شاورما خلاص. كده وهامله ايه الرغيف اللي معايا كده. وده الخيار اللي انا كنت مخللاه معاكم في الفيديو بتاع الليفت، بخلي الليفت والمخلل المشكل. وهبدا بقى ايه اقفل الرغيف بقى اللي معايا كده، وايه والفه زي الساندوتش اللي احنا بنشوفه بره بالظبط. طبعا هو الرغيف بره بيبقى كبير شويه لان حجم العيش التورتيلا ده بيبقى كبير، لكن انا طبعا لفيته على قد الحجم بتاع الرقاق اللي معايا. وطبعا عملت اول واحد وهعمل معاكم واحد كمان. زي ما قلت لكم انا عملت طحينه وما عملتش ما عملتش توميه لان انا عيالي ما بيحبوش التوميه. انت طبعا انا كنت عامله التوميه قبل كده برضو على القناه في من زمان، يعني في بدايه الفيديوهات على القناه كنت عامله معاكم التوميه، بس انا عيالي ما مش بيحبوها، فعلشان كده انا ما عملتهاش النهارده. وانا بصراحه كمان ماليش فيها قوي يعني، لان انا يعني ماليش في التوميه برضو قوي، فانا استبدلت بالطحينه. يعني ايه برضو اعملي الحاجه اللي انتوا بتاكلوها يعني. وكمان كان عندي الكاتشب ده، انا كنت لسه عاملاه على القناه معاكم في فيديو قريب، ده الكاتشب ده كان موجود عندي يعني. المهم انا لفيت كمان سندوتش زي ما انتوا شايفينه، برضو هلفه زي التاني، وهعمل واحد كمان تالت معاكم. انا عملت 3 سندوتشات بالظبط من الحاجات دي، وفاضل كمان معايا في الطبق يعني اكلناه بالعيش كده عادي. طبعا انا لفيت 3 ارغفه زي ما انتم شايفين كده طبعا، ومعايا برضو الطاسه بتاعتي على النار فيها يعني ايه مسحه زيت بس كده. وهبدا انزل بالسندوتشات اللي معايا من الجنب اللي هو المفتوح، بحيث ان هو ينزل ياخد صدمه من النار ويتقفل. طبعا ايه وقلبتها على الجنب التاني، شايفين بقت معايا ازاي. أنا طبعا كانت مسطوط بس بجد كانت يعني كانت لها صوت كده وكانت مقرمشه جدا يعني. هفتح معاكم واحد كده علشان برضو ايه نشوفه من القلب عامل ازاي. بجد كان جميل جدا، طعمه كان تحفه، وكمان ريحته كانت حلوه قوي ما شاء الله يعني. بجد جربي الطريقه دي، لو ما جربتيش الطريقه ان انت تحطي بقدونس يعني خسرانه كتير. وطبعا انا بوريكم اللي كان في الطبق اللي كان متبقي معايا. وبس كان هو ده بقى الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى تجربوا الطريقه بتاعتي دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه وتكتبوا لي تعليق حلو كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.